انتوا عايزين تقنعوني ان الستات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول البطلات دول، يعني تقريبا ممكن يكون واحدة وبنتها وابنها وجوزها بيشتغلوا في الارض هناك اهم. ممكن يكونوا دول هم اللي بيطلعوا بقى في التلفزيون قدامنا دلوقتي مع رضوى الشربيني ومش عارف والشيف شربيني والافلام والحوارات دي. يعني تعتقد يعني اللي دول هم دول؟ لا، دول منسيين خالص، دول مش موجودين، دول ما حدش بيجي ناحيتهم خالص، دول اللي متبهدلين بقى. هم دول بقى ستات البيوت. وممكن يكون الولد اللي بيشغل ده ممكن يبقى تلاقي مهندس، ممكن تلاقي الست اللي شغاله، البنت اللي شغاله مع مامتها مع امها دي ممكن تلاقيها مثلا مدرسه. عادي خالص، المجتمع بتاعهم كده، البيئه كده، القريه كده، شغل جدعنه، شغل شهامه ومروءه ونخوه. هم دول بقى اللي الواحد لما بيشوفهم بيبقى مطمن ان المجتمع لسه في خير. اه والله العظيم. لكن تطلع بقى على بتوع العيال بقى اللي بيلبسوا بلاطين مسقطه ويركبوا تكاتك ويشغلوا مهرجانات ويطلعوا فيديوهات وحاجات غريبه كده بتحصل، شباب وبنات وقله ادب، تحس ان المجتمع منهار. لكن دول اللي الواحد بيحس ان لسه المجتمع فيه خير ان شاء الله، والمجتمع ان شاء الله هيرجع كويس باذن الله. من البيئه اللي احنا شفناها دي، من النموذج اللي احنا شفناه ده، دي اسره عندهم ارض وبيشتغلوا وبيساعدوا بعضهم. ما قالتش البنت لا انا ما استحيل انزل اشتغل في الارض، ازاي اشيل قش، وازاي. والولد برضه ما قالش مثلا انا لا ده انا متعلم ازاي، لا مش هينفع، ما فيش الكلام ده. ولا الام قالت ما ينفعش كذا، ما ينفعش انزل اساعدك، ما ينفعش مش عارف ايه، اجري على رزقنا واكلنا لوحدك. لا ما فيش الكلام ده. نازلين ربنا كريمهم بيشتغلوا، ربنا رضى عنهم، وجو حر اهو كمان، وقمه السعاده والرضا. يعني دول بعد ما يخلصوا شغلهم ويروحوا وياخدوا رزهم او غلتهم، شوف السعاده اللي عندهم والرضا اللي عندهم ايه. حاسين بيحسوا بسعاده ورضا ما فيش حد ثاني بيحسها بصراحه يعني. فربنا يصبرهم ويكتر من امثالهم ويصلح مجتمعنا ويبعدنا عن المؤسسات النسويه ديت والمؤسسات بتاعه الحق.